إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. لا يزال الحديث حول تأخير تقسيم الورثة، وتحدثنا عن الإرث وانصباء الورثة، وتحدثنا عن الآيات التي تحث على تقسيم الإرث بأسرع ما يمكن، وتحدثنا عن الآثار المترتبة، وكانت ذلك بوابة هذا الحديث. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تعالى عن حكم تأخير تقسيم التركة والإرث بدون عذر. كذلك ليس هناك فرق بين تعريف الورثة بنصيبهم وبين تقسيم الإرث، وهل يرث ابن الزنا، وما هي الأحكام التي تخصه، ما هي الآثار المترتبة على عدم التقسيم الفوري للميراث، ومن باعتقادكم يمنع التقسيم من العائلة الكريمة، وبماذا تنصحونه؟ بماذا تنصحون من أراد الحصول على نصيبه وهو فقير لكن يخشى أن يسبب مشاكل وخلافات عائلية، فهو بين أن يسكت ويعيش فقيرا أو يطلب أو يطالب بحقه؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على شيخنا وأستاذنا الدكتور حسن سلمان، سأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يبارك لنا في علمه. أهلا وسهلا بشيخنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يبارك فيك شيخنا. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ما سمعتم من المقدمة فيما يتعلق بالإرث، وأن الله هو الذي تولى بقسمته. الآن نحن شيخنا وحفظك الله ورعاك نتحدث عن حكم تأخير تقسيم التركة. بعض الناس يؤخر لأعذار ربما تكون مقبولة، وهناك يؤخر لأعذار ربما لا تكون مقبولة. ماذا يقول الشارع الحكيم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في الحلقة الماضية على أن موضوع المواريث هو من مواضيع الحقوق المتعلقة بنقل الأموال ونقل الحقوق بعد انتقال المورث. يبقى بعد ذلك من لحظة الوفاة هذه الأموال ليست للميت، ويملكها أشخاص آخرون وفقا لأحكام شرعية تم تحديدها. جزء من هذه الأحكام متعلق بالأنساب، وجزء آخر متعلق كذلك بالمصاهرة. وبالتالي مجرد أن يحصل أو تحصل الوفاة لشخص ما، فإن الواجب الشرعي هو النظر فيما خلف من أموال ومن حقوق والعمل فيها كما حددت الشريعة، فيخرج منها كما ذكرنا في حلقتنا الماضية، يخرج فيها من أعجل الحقوق قضية ما يتعلق بتجهيز وتكفين ودفن صاحب المال. الأمر الثاني كذلك إن كانت له ديون يتم سداد الديون منها. الأمر الثالث إن كانت هنالك وصية في نطاق معين أيضا يتم تنفيذ هذه الوصية، وما بقي بعد ذلك فإنه يكون حقا لورثة هذا المتوفى. وبالتالي تأخير التقسيم لغير عذر أيا كان هذا العذر، أحيانا قد تكون إجراءات قانونية، أحيانا نقصان بعض الأوراق والوثائق إلى غير ذلك مما يمكن أن نعده أعذار طبيعية، ولكن ما عدا ذلك فإن تأخير توزيع التركة يكون من المحرمات والعياذ بالله، ويمس بشكل مباشر ظلم الناس في حقوقهم المالية. فعندما يتم شخص ما يحرم الآخرين من الورثة باعتبارات على كل مختلفة، فإن ذلك يقع في دائرة الظلم وفي دائرة تأخير الحقوق. ولو نظرنا إلى موضوع الورثة سنلاحظ بأن الورثة نوعان في موضوع التقسيم. هنالك ورثة بالغين راشدين، وهنالك ورثة قُصّر. فالذين بلغوا الرشد
فهؤلاء قد يكون لهم الحق في أن يتكلموا ويكون لهم الحق في أن يؤخروا، ما في إشكال. إذا اتفقوا على التأخير بناء على اعتبارات يرونها فإن ذلك من حقهم. لكن هنالك ما يجهله بعض الناس أو يظنون بأنه من الأمور السهلة، وهو موضوع الأطفال أو موضوع القُصّر تحديدا الذين لم يبلغوا الرشد. هؤلاء ليس لأحد من الورثة أن يتحكم في ورثتهم ولا أن يحدد إلا من خلال التقسيم. يعني خطورة عدم التقسيم في أنه أنت ستحرم هؤلاء الأطفال الذين هم من لهم حق في هذا الميراث. هذا الحرمان سيؤدي إلى إشكالات، وبالتالي موضوع الأطفال تحديدا لا بد فيه من الرجوع إلى المحاكم حتى تتم عملية الفصل في أنصبة ونصيب هؤلاء الأطفال، ثم بعد ذلك تحديد من الذي يكون قائما على أموال هؤلاء القُصّر. قد يكون والله الشخص الذي تحته المال هو المسؤول، وقد يكون شخص آخر هو المسؤول، فالجهة القضائية على الأقل ستحدد إنه والله من خلال اعتبارات أيضا مختلفة، هل والله هذا الشخص الذي توكل إليه عملية المال راشد ويصلح لأن يدير أموال هؤلاء القُصّر أم لا يصلح. وبالتالي هنا جزئيتين: الجزء الأول أصحابه هم الذين يقومون به وهم غير القُصّر. الجزء الثاني أحيانا قد يكون اللجوء إلى القضاء هو الحل المباشر للبت في عملية التعجيل بالأموال وتقسيمها. وفي كل الأحوال الأصل التعجيل بتقسيم المواريث، لأن ذلك من إعطاء كل ذي حق حقه، وتأخيره بطبيعة الحال تقع فيه إشكالات كبيرة منها مظالم الناس. طيب، جزاكم الله خير، توضيح جميل. لكن بعض الناس لا يفرق في وجهة نظري بين تقسيم الإرث وإخبار الورثة بنصيبهم من الإرث وبين تقسيم الإرث. يعني لو توضحون هذه النقطة. نعم. هو على كل إن الجزئية الأولى هو معرفة كل صاحب حق حقه. أيوة. طبعا يعني في البداية دي الخطوة الأولى. نعم. إنه والله أنت تجمع كل ما تركه المتوفى، وبالتالي يجلس الناس لجمع كل ما تركه هذا الشخص الذي توفي، وبالتالي يقسم حسب الحقوق الشرعية المعروفة. فالأبناء يأخذون نصيبهم بحسب الشريعة، والزوج والزوجة يأخذون كذلك نصيبهم، وإذا كان هنالك ورث آخرون على كل ألحق الفرائض بأهلها، فتقسم أولا. نعم. أصحاب الفرائض، وإن بقي شيء بعد ذلك فهو للعصبات. ده من حيث التقسيم. فبعد معرفة الأنصبة، بعد معرفة كل واحد نصيبه، يبقى بعد ذلك النظر في إنه والله هل فعلا نفكك ونفتت هذه الثروة أم لا نحن نديرها بطريقة إيه؟ بطريقة نتوافق عليها. هنا تأتي الخطوة الثانية، لأنه فعلا كما تفضلت أحيانا قد يكون قيمة المال في إنه والله في وجوده في شركة، إنه هذا المال وجوده في الشركة هو الذي يؤدي إلى فاعليته وتحريكه وكذا، لكن لا يكون ذلك إلا بالتراضي. لا يكون ذلك إلا بالتراضي، لا بد من التراضي. فلو افترضنا أن شخص ما بعد أن قسمت، بعد أن عرف نصيبه، قال أنا والله أريد نصيبي من هذا المال، لا أريد أن أستمر معكم في شركة، من حقه. بل الذي يجب عليهم لا بد أن ينفذ طلبه ويعطى حقه، يعطى حقه حتى لو فيها بيع. نعم. إذا كان والله بعضهم قادر على أن يشتري نصيب هذا الشخص يشتريه ويعطيه. نعم. ويعطيه، لكن لا يحق لهم إجباره على إنه إيه، على ما يريدونهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا هو الواجب. نعم. طيب، هناك يا شيخ حسن من يضغط على مثل هذا ولا يعطيه حقه، ويقول لو نحن بعنا البيت أو العقار أو قسمنا الشركة أدى ذلك إلى خسارة، فيضغطون عليه أن لا يطالب بحقه على الأقل فترة 5 سنوات، فترة 10 سنوات. ما تعليقكم؟ لا، هذه طريقة على كل موقع في الظلم غالبا، موقع في الظلم غالبا، لأن هذا الشخص من اللحظة التي توفي فيها والده أو قريبه الذي يريد أن يرث منه فإن نصيبه من حقه أن يناله بالطريقة الشرعية. فقضية أن تجبر الشخص على أنه والله يبقى هذا المال محبوسا لما تراه أنت من مصلحة، هذا ليست صحيح. وبالتالي الواجب في مثل هذه الأحوال أن يعطى هذا المطالب بحقه، ولو لجأ كما ذكرنا في الحلقة الماضية، لو لجأ إلى
الشماغلة كما يقولون، أو أتى بالأسر أو مشى القضاء. المهم هذا الشخص من حقه أن يطالب بنصيبه في المال المورث. جزاكم الله خيرا. الشيخ عبد العليم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في هذه الحلقة. نرحب بكم ونطرح بين يديكم سؤال فيما يتعلق يعني بعض الورثة يحرج من مطالبة حقه، وذلك خوفا من أن يحصل بينه وبين العائلة خلاف. ما تعليقكم؟ شيخ عبد العليم، شيخ عبد العليم، السلام عليكم. شيخ عبد العليم، يبدو أن الشيخ عبد العليم غير جاهز. أعيد السؤال إليك شيخنا، وأنت قد أجبت عليه، ولكن هذا الحرج أيضا، يعني هل يجوز له هو أن يعيش فقيرا ويضغط على نفسه، يقول أنا يعني أضر بنفسي ولا أضر بالعائلة، هل هذا كلام مقبول؟ خاصة النساء. النساء تقول يا أخي بدل ما أقوم بمشاكل مع أخي وأسرتي فأنا أعيش فقيرة مع زوجي أهون عندي. ما رأيك؟ للأسف طبعا المجتمع بثقافته وعاداته وتقاليده ضاغط دائما. هذه الإشكالات للأسف الشديد موجودة، ولكن من حكمة الله تبارك وتعالى رفعا للحرج وإزالة لكل شكل من أشكال المظالم، وخاصة في الضعفاء من نساء وأطفال وكبار سن، قسم هذه الأمور بنفسه. ما ترك هذه المسألة بحيث والله يقسمها الأقوى نفوذا أو الأكثر حضورا أو الأكبر سنا. ما ترك الله تبارك وتعالى الموضوع بهذا الشكل، وبالتالي ليس من الحكمة على كل أن الإنسان يتخلى عن حقه وعن نصيبه في الميراث بحجة والله لا يريد أن يوقع حرج على الآخرين. لأنت أصلا أيضا توقع حرج على نفسك وتوقع حرج على من ينبغي أن يستفيد من مالك أيضا. فالمرأة الفقيرة أو زوجها فقير من حقهم أيضا أن يستفيدوا من هذا المال. وحكمة الشارع عندما قسم الأموال وقسم الأنصبة بهذا الشكل، بحيث والله الأبناء يرثون، الإخوة يرثون، الوالدان، الأزواج، حتى يصل هذا المال إلى أكبر قدر من الناس، حتى يصل إلى أكبر قدر من الناس، ولا يكون مكدسا في جهة معينة تظل هي التي متحكمة في هذا الموضوع. فعلى كل لا بد الناس أن تعرف أن المطالبة بالحقوق لا حرج فيها، وحتى لو ذهب الإنسان إلى التحدث أو ذهب إلى الإجهار أو أن يجهر بمظلمته فليس في ذلك إن شاء الله حرج. ما هي الآثار المترتبة على عدم التقسيم الفوري للميراث، ومن باعتقادكم من يمنع التقسيم من العائلة؟ والآثار المترتبة كثيرة. أول يكفي أن أكبر أثر أن تحرم أصحاب الحقوق من أن يمارسوا حقهم في أموالهم، لأنه أنا عندي حق في مال، من حقي أن أنتفع به، أن أتصرف فيه، لأن الملكية تتيح لي ذلك. فمجرد أن يعني أنت حرمتني من التملك والانتقال الملكية إلي بشكل مباشر، حرمتني من إيه؟ من ما يترتب على الملكية. ما يترتب على الملكية أنه أنا أنتفع وأنا أتصرف، إما إذا كان والله الانتفاع المباشر أو التصرف إنه أنا أبيع وأورث وأوصي وإلى غير ذلك. فأنت عندما تحبس هذا المال أوجدت هذه الإشكالية. النقطة الثانية، غالبا هذا النوع من التأخير يترتب عليه نتائج وتنازع في الأسرة نفسها. فالأسرة التي يحصل فيها تأخير للميراث بعد فترة يحصل إشكالات. قد يكون أحد الورثة هؤلاء يموت ويأتي ورثته يريدون حقهم، فتبقى هنالك إشكالات وربما اتهامات. إذا كان الشخص الأول متسامح متساهل يرى أنه والله ما يريد يؤثر على العائلة، الذي يأتي بعده قد لا يكون بهذا الشكل، فينظر إلى هذا الشخص الذي حرم من توفي، يرى بأنه والله هذا كان ظلم وقع منه، فبالتالي يسبب أيضا تأخير الميراث مسألة خطيرة جدا، وهي التنازع داخل الأسر. النقطة الثالثة، وهذه أيضا مسألة قد يعني يجهلها كثير من الناس، هي المسألة التي ذكرت في موضوع القصر. القصر لهم أحكام خاصة في موضوع الانتقال، يعني ليس فقط أن يصلهم المال، لا، بعد أن يصلهم المال هنالك حكم آخر وهو رعاية هذا المال وتنميته. نعم صحيح. فأنت عندما تحرم هؤلاء القصر من حقهم أوجدت إشكاليتين. الإشكال الأول أنك أول فرضت نفسك أن تكون أنت أنت الوصي على مالهم، وقد لا تكون أنت الوصي.
صحيح. النقطة الثانية قد لا تقوم أيضا بالوجه الصحيح في أنه والله يحفظ على لهؤلاء مالهم بالشكل المشروع. فهذه كلها إشكال. في نقطة أخيرة، وهذه مسألة ربما يعني يغفل عنها كثير من الناس، أو نقطتين تقريبا، وهو يقول لك أنا والله استثمر ومن ناتج هذا الاستثمار أعطي الناس حقوقهم. غالبا هو لا يقسم هذه عائدات هذا المال، لا يقسمها في الغالب وفق الأنصبة، تجدها يتحرك ضمن منظور الظروف، إنه والله طلعت مليون يقسمها بيناتهم، وقد لا يكون هذا التقسيم هو التقسيم الشرعي في الحقوق. فمثلا صاحب المليون في الميراث يختلف عن صاحب ال500 في الميراث. فهذه برضو إشكالية، يعني أنت بأي طريقة ستقسم الناتج. هذه النقطة الأخيرة التي أختم بها من الآثار اللي هو موضوع الزكاة. يعني مثلا أنت الآن عندك جزء من المال، وهنالك شيء سيأتيك من الميراث، يزكي عن سنة واحدة. أيوة، هذه القضية. أنت الآن إذا جاءك المال أضيف إلى مالك قد يكون يبلغ زكاة، يبلغ نصابا فتطالب بالزكاة، وهذه مشكلة فعلا. هذه إشكالية في كثير من الناس. والله تمر السنوات تلو السنوات، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم صحيح. هذه إشكالية كبيرة لها علاقة الآن بحقوق حقوق الذين يجب أن يأخذوا الزكاة. نعم. فأنت عطلت هذا الموضوع. النقطة الثانية، بعضهم يقول لك أنا أخرج مالا لين أخرج الزكاة. من أعطاك الحق أن تزكي عن غيرك؟ نعم. هذا الشخص يتطلب نية، يتطلب كذا، يتطلب توكيل، أن يقول لك والله يا أخي زكي عني. هذه كلها قضايا لها إشكالات على كل تترتب من مفاسد وآثار للأسف الشديد عن موضوع عدم تعجيل تقسيم. أحسن الله إليكم. حديث ثري جدا وذو سجون، خاصة فيما يتعلق بالزكاة. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيا، بلد العليا مجدك يحيا. مسلمون بكل يقين، إخوة وحدنا الدين. مسلمون بكل يقين،
إخوة وحدنا الدين، صفنا بالله متين، صفنا بالله متين، دربنا درب بسام، دربنا درب بسام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى، بلد العليا مجدك يحيى. يا إريتريا مسلمون وطنيون في العلا إريتريون، مسلمون وطنيون في العلا إريتريون، نعشق الوطن الميمون، نعشق الوطن الميمون، نبتني فيه الأحلام، نبتني فيه الأحلام. مسلمون دعاة سلام، نهجنا حب ووئام، نلتقي برحاب الله والأخوة في الإسلام. بلد العليا مجدك يحيى، بلد العليا مجدك يحيى. اقرأ بسم الله. ويا منارة الجنوب من أجل مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم. عدنا والعود أحمد. نرحب بالشيخين الجليلين معالي البروفيسور جلال الدين محمد صالح، جاء ضيفا عزيزا يشاركنا في هذه الحلقة، وفضيلة الشيخ أبي هاجر عبد العليم إدريس من خارج الاستديو. أهلا وسهلا بالشيخين. أبدأ بك الشيخ عبد العليم فيما يتعلق ب كنت قد وجهت إليك سؤالا: ما هي الآثار المترتبة على عدم التقسيم الفوري للميراث؟ وهل لديك مواقف قد مرت بك في بعض العوائل مما تسبب في عدم تقسيم الإرث مشاكل كثيرة؟ تعليقكم حول ذلك شيخ عبد العليم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بخصوص تأخير الآثار اللي يترتب عليها كثيرة جدا، منها قد يكون ذكرها فضيلة الشيخ أبو البراء حفظه الله تعالى، وكذلك البروفيسور. لعلي أقول يعني بعد الآثار أنه ضياع الحقوق الأموال كثيرين. قد الناس يتحرج حتى لا يقولوا تفرقوا وكذا وكذا، ويتركوا المال وحقوق كثيرة تضيع من استثماراتها ومن إيجاراتها، ومن الذي يسكن بها بأي حق، ومن الذي يستحي لا يطالب بحقه حتى لا يقال أنه طالب وكذا وكذا، يترتب عليها آثار كثيرة ومشاكل كثيرة. فلقد وردت عليها بعض المسائل، وبالأخص في مرتفعات الإريترية الذي أنا أعرفه، وهي أنه جاءت تقسيم الميراث ربما صارت ثالث أجيال، يعني مات الأب أبناءه ثم أبناء أبناءه، فبعد الورثة من غير ما يأخذوا حقهم كذلك توفوا، ثم تخاصموا بينهم، الذي مات لا يرث، لكن وقت الوفاة الأب هو كان حيا. فكثير من الأمور مثل هذه المسائل تحدث، فالآثار كبيرة جدا، وهي أغلبها إما تعود للجهل، وإما تعود لبعض العادات السيئة، أنه حتى لا يقولوا تفرقوا وقسموا أموال بينهم، وبعدها تكون بحسن النية للاستثمار، ولكن دون أن يعرف أي واحد نصيبه أو قسمته من التركة، فبعد ذلك تأتي الأرباح ويوزعونها حسب أهوائهم دون معرفة كل واحد نصيبه كم.
الله فيك يا شيخ عبد العليم، أحسن الله إليك. الحقيقة كنت أود أن تذكر يعني على عائلات أنت وقفت عليها حصل بينهم إشكال. يعني هناك مثلا أنا قد وقفت على بعض العوائل جدتهم تركت إرثا وكتبته باسم إحدى بناتها، والبنت تزوجت وأنجبت أبناء وماتت الأم، والأبناء يعتبرون موتة الجدة قد ورثوا مالها من أمهم طبعا، وكان لهذه الجدة بنات أخريات وأبناء آخرين، وقد سافروا إلى أوروبا وغيرها، فلما افتقروا طالبوا بإرث هذا المنزل، فحصل بينهم خلاف. الأم تقول جدتكم منحتني البيت وأهدتني، وهم يقولون إنما أعطتك لتسكني فيه وليس هبة أو عطاء محضا. فوقع الخلاف بينهم حتى وصل هذا الخلاف إلى المحاكم وإلى الشماغلة. تعليقكم حول هذا الشيخ عبد العليم، وهل لديكم مثل هذه القصص أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا يعني في قصص كثيرة، ولكن بعض الأحيان إنسان يستحي أن يذكرها حتى لا يعرف، وبالأخص عندما يكونوا مشهورين في منطقة معينة، ولو ذكرت القصة لعرفت من تعني. ولكن هناك في قصة واحدة، امرأة توفت وتركت بعض الأموال في البنوك في الرياض، وهي إريترية، وكذلك لها أبناء، ثم لها أخوان كذلك في البلاد، والأخوان اللي في البلاد كما لا يخفى عليكم حاجتهم كثيرة للمال، فطالبوا بحقوقهم. البنت عندما دخلت عند زوجها قالت هذا المال أمي أعطتني لي أنا، وكذلك الذهب أعطتني لي، وما هي لإثباتات؟ لا توجد أي إثبات إنها أعطتها. فقلت لها هذا الشيء لا يجوز. قالت هذا هو الحقيقة. فقلت لها إما تذهب إلى المحاكم هنا في السعودية وستتعطل الميراث وغيرها، أو هو يذهب إلى المحكمة هنا في طالب بطريقة رسمية. فأنت لماذا؟ فحصلت مقاطعة أو قطع بين البنت ولها أو أعمامها. هذه الحالة اللي أنا وقفت، وهذا عدم تقسيم الميراث، يعني عدم تورع. إذن الصوت ضعيف على كل حال. إذن نحن يعني القصص كثيرة جدا، والمواقف أيضا متتابعة، وفي كل بيت تقريبا إريتري يوجد فيه هذا الإشكال حقيقة، إلا من رحم الله وقليل ما هم، وهذا نتيجة لعدم تقسيم الإرث في أسرع وقت ممكن. وقد طرح أيضا الشيخ حسن سلمان فيما يتعلق بفرضية الزكاة، يعني هذا الإرث يبقى لسنوات طويلة وهو مال ولا يقسم، وأهل الورثة يعني ساكتين لا يتكلمون، ويبقى يمر عليه السنة والسنتين والثلاثة والأربع ولا يخرج زكاته. ما حكم هذا العمل؟ هل هذا يعتبر مال مفقود وهو بين يدي العائلة؟ حقيقة مسألة تحتاج إلى بحث. أكرر الترحيب بسعادة البروف جلال الدين. حياك الله شيخنا. يا مرحبا شيخنا الكريم. من لا تقبل أو يقبل تقسيم الرب سبحانه، ما تقولون فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشريعة نزلت حتى ترتب أمور الحياة للناس جميعا، وفي تشريعاتها رحمة وعدل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشريعة
تبنى على الإيمان بالله عز وجل وعلى التصديق بألوهيته وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. ومن العبودية لله عز وجل التحاكم إلى شريعته وعدم الإحساس بالضيق والحرج من شريعته مما حكم به سبحانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه خاصية المؤمن، والذي ينبذ شرع الله عز وجل ويتضايق منه ويرى فيه الحيف والظلم والبعد عن العدل وخيره أولى منه وأكثر منه عدلا وإنصافا في قضية المرأة في الميراث أو في غيرها من القضايا، فهو ليس بمسلم. نعم، هذه حقيقة عقدية يجب أن يتيقنها المسلمون في كل أقطار الأرض وفي إريتريا وفي غير إريتريا. وبهذه المناسبة دعني أذكر قصة قرأتها وأنا أكتب كتابي كرن لقاض جبرتي كان في كرن في أحد الإيطاليين، ورفعت إليه قضية وحكم فيها بما أراه الله. نعم. فأحد طرفي القضية المتقاضين إلى هذا القاضي تضايق من حكم القاضي فاستأنف إلى الحاكم الإيطالي ورفع القضية إليه، فحكم القاضي الجبرتي بكفره وردته لأنه رفض حكم الله ورفع ذلك إلى حكم الطلياني. الله. وحقيقة أنا عندما قرأت هذه القصة ووثقتها في كتابي هل تعرف اسم القاضي؟ أعرفه مكتوب مدون، الآن لا يحضرني اسمه ولكني دونت اسمه يعني. الله. علقت عليها لأنه حكم بردته وكفره، قال له أنت كفرت لأنك أنت رفضت شرع الله وتحاكمت إلى الطاغوت إلى غير الله. فقلت أحد أمرين، يعني إن كان استئنافه إلى الطلياني اعتراضا على حكم الله القطعي في هذه المسألة فقد وقع في الكفر، ولكن الحكم عليه بالكفر والخروج من الملة يتطلب توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولكن القضية في حد ذاتها إذا كانت اعتراضا على ما حكم به الله في أمر قطعي واضح فذلك كفر. أما إذا كان اعتراضه على اجتهاد القاضي كقاضي بشري اجتهد ورأى فيه خطأ واستأنف فهذا لا يخرجه من الملة ولا يحكم عليه بالكفر. هذا ما علقته. وأردت بس جميلا في ذلك الوقت أن تجد طبعا من القضاة من يحكم بهذا في هذه بالنسبة يعني تعتبر شيء يبشر بخير. والإيطاليون عندما جاءوا إلى إريتريا جاروا المسلمين أظن في هذا فأقاموا محاكم شرعية، وكان القضاة شرعيون وكان القضاة شرعيين يحكمون بالشريعة الإسلامية.
أريد معظمهم كان قد تخرج من الأزهر الشريف. أيوة، بعض جاءوا من الأزهر الشريف غالبا غالبيتهم. نعم. ومن هنا أقول أن قضية التحاكم إلى غير الله يبدو أنها كانت واضحة في أذهان القضاة الشرعيين، وكانوا يرفضون سلطان المستعمر وقوانينه عليهم، يا سلام. وإن كانوا لم يتحركوا تحركا فعليا في هذا، إلا أنهم كانوا يرفضون هذا الشيء ويحثون المسلمين إلى التحاكم إلى شريعتهم. عليه أن المسلمين في إريتريا تراثهم الديني وتاريخهم العقدي منذ أن وجدوا في هذه المنطقة ما انفصلوا عن الشريعة، الحمد لله. فهي مرجعيتهم الحمد لله. في أعرافهم وتقاليدهم. قد يخطئون في بعض الأمور ويظنون أنه حكم الإسلام، ولكنهم يأتونه على أنه حكم الإسلام. وهنالك بيوتات وشيوخ يتولون توزيع التركة على أساس الشريعة الإسلامية. ولكن أتى بعد ذلك حتى في عهد الاستعمار الإثيوبي كان القضاء الشرعي هو الذي يتولى توزيع التركة. جميل. على أي مذهب؟ يختلف من بلد لآخر. فاتجاه المرتفعات أحنف، أسمر وضواحيها، ومسوع أيضا أحناف. والدناكل أظنهم أحناف شافعية أقرب إلى الصومال. أيوة. وأما في منخفضات إريتريا فهم مالكية. تأثرا بالسودان، وأنت ماشي من غرب أفريقيا. 3 مذاهب في بلدنا. نعم. لكن المذهب الرسمي لدى الدولة ما هو؟ المذهب الرسمي لم يعلن هنالك مذهب رسمي. العثمانيين كان المذهب الحنفي ومذهب الدولة. العثمانيين طبعا كانوا أحناف. الآن دار الإفتاء بماذا يحكم؟ دار الإفتاء الإريترية المفتي اللي هو إبراهيم المختار هو حنفي كان يفتي بالحنفي. هو لا، ما أدري هل كان يفتي بالحنفي أم لا، لكنه مذهبه نعم كان يفتي بالحنفي مما يقال في غالب المسائل. نعم. ممكن كان يفتي بالحنفي، ولكن في منخفضات إريتريا الغالب فيهم كانوا مالكية. على كل، في قضية المرأة ففي الاستعمار الإثيوبي والاستعمار الإيطالي والاستعمار البريطاني القضاء الشرعي هو الذي كان يبت في مسائل الإرث. إليه يترافعون، والقضاة هم الذين يتولون أمر الحكم والبت في هذه المسألة التوارثية. ولكن ثمة عادة، وهي عادة قبلية عند بعض القبائل، وهي وبالذات فيما يتعلق بتوريث الأرض. يحرمون المرأة من إرث الأرض. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا الأرض هذه ملك للأسرة، نعم، وإليها تنقل، فإذا أعطيت منها البنت ستتزوج رجلا آخر أجنبيا، وهو حق له في إرثها كما لها حق في إرثه. نعم. فمن هذا الباب لا يعطونها حتى لا تدخل أجنبي في الأرض في الأرض. والشريعة الإسلامية أوجدت حل مثل هذا الشيء. هذا يمكن أن يكون لها حل، يعني حل شرعي.
وهو أن الأرض تعطى، أيوة، تأخذ نصيبها من الأرض، ثم تقيم الأرض ويشترى، تشترى منها وتعطى النقود. نعم. هذا مخرج لمثل هذه المشكلة. أو أيضا أن الأرض تستثمر على أسهم، فكل من أفراد الأسرة يكون له سهم في الأرض، وهي يكون لها سهم في الأرض، وعائد هذا السهم تأخذه وتعود إليه. بعد ذلك عندما إريتريا تحررت وجاء هؤلاء الثوار بنظرياتهم، أخذوا يثيرون قضية مساواة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. جميل. في كل الحقوق والواجبات. مع الأسف هذا الذي عبوا به المجتمع بعبارة معرنة. أيوة، مساواة. وهذه التعبئة العقائدية هي تعبئة عقائدية لأنها مركزة على نقض حكم شرعي. القبول بها والإيمان بها يعني خللا في العقيدة. نعم. ويعني جهلا. فمن هنا جاءت قضية أن المرأة ترفض حكم الشريعة في التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وحقيقة كما بين بعض المفكرين ومنهم محمد عمارة، ليست المرأة في كل الأحوال لها يعلو عليها الرجل بحظين. ففي بعض المواطن من الإرث الإسلامي قد تواسيه، وفي بعض مواطن قد تلغيه، وتكلم عليها محمد عمارة بشكل من التفصيل. ولكن هذه القضية في حد ذاتها حلها يكمن في توعية الناس بأن ما شرعه الله ليس فيه حيف وليس فيه ظلم، وتبيان ذلك لهم. وأعتقد أن الناس إذا بين لهم ذلك ووضح لهم ذلك وفهموا مراد الشريعة ومغزى الشريعة من هذا الحكم، فإنهم لن يسمعوا التعبئة المضادة التي تتولاها الدولة. ولكن الدولة تمنع من أن الناس تتربى على هذه المفاهيم العقدية مع الأسف. وتمنع من أن الناس يفقهوا هذا الفقه، كما رأيناه في قضية الحجاب وفي قضية الزواج وفي قضية الطلاق وفي قضية، يعني حتى الطلاق لا يريدونه أن يكون بيد الرجل. كل ذلك صحيح. وهذا الذي كنت أسأله عنك أيضا، من تأخذ مال زوجها ظلما، إذا توفي هي ترث 50% من ماله على حسب قوانين العلمانية في الغرب وفي بعض البلدان مع الأسف. تعليقكم؟ إن الأوروبيين عندما القانون العلماني قرر أن تكون الثروة مناصفة بين الرجل والمرأة، الأوروبيين تحايلوا على هذا القانون. كيف؟ قالوا لماذا نتزوج؟
لماذا يكون بيني وبينك عقد زواج. بحيث أنا تحتجين أنت، أنا جئتك فقيرا وأنت ثرية، ثم بعد ذلك آخذ نصف مالك، بينما أنا جئت فقيرا لا أملك شيئا، أو أنت أتيت فقيرة لا تملكين شيئا ثم تناصفينني في مالي وتأخذين نصف مالي، فهذا ظلم لي وظلم لك. إذا ما المخرج؟ قالوا نعيش على علاقة البوي فريند والجيرل فريند، البنت الصديقة والولد مع الأسف الصديقة. فما أصبحوا ولذلك أن يكون هنالك عقد، يظلون على هذه الحالة لفترة طويلة وينجبون الأطفال الأبناء لا حق لهم في هذا المال، لأنهم ليسوا زوجين، يعني ليسوا أبناء شرعيين. لا مش قد هم القانون يعتبرهم شرعيين، القانون ينسبهم إلى يعترف بهم، ولكن في وراثتهم المال لا يملكونه. فماذا يحدث؟ بس هذا تناقض. أيوة. كيف يعتبرون أبناء شرعيين أمام عين الحكومة؟ يوثق مدنيا، يعني يوثقون مدنيا. الزواج لازم يوثق مدني. يوثق مدني فقط. أيوة. أما ليس لهم حقوق مالية. أيوة. فالبوي فريند والجيرل فريند علاقة مقبولة، ولكن لا يترتب عليها التوارث. وعليه ولا يترتب عليها دوام الزواج، لأنه الكاثوليكية الزواج لا طلاق فيه. فهم لكي يخرجوا من هذا الشيء جاءوا في قضية الصداقة. الصداقة هذه ينتج منها الأبناء، القانون يعتبره والعرف يعتبرونه أبنائك، حتى لو أخذتهم. أيوة. وهو انكحة الجاهلية كما في الإسلام. صحيح. ولكن لما يجي فيما يتعلق بالمال والتوزيع لازم العقد يكون طيب هذه المرأة التي تأخذ مال زوجها على الأحكام العلمانية والقوانين الأوروبية، ما حكمها شرعا؟ هل هي تكون ارتدت بهذا الفعل، أم هي تكون ظالمة، أو هي معذورة بجهلها؟ ماذا تقولون فيها؟ أيوة احنا خلينا، وكذلك الزوج أيضا. أيوة احنا خلينا نتكلم على الفعل أولا قبل أن نتكلم على الفاعل. جميل. الفعل رفض هذا الحكم هو كفر، رفضه لعلة الظلم، بأنه ظالم لا عدل فيه، هذا كفر. الفعل نعم هذا كفر. أما القائل، أما هذا الفاعل فقد يكون جاهلا أو ظالما. أيوة، أو يكون ظالما. طيب إذا كان ظالم أليس هو كافر؟ لكن لا، هنالك ظلم دون ظلم. ليس كافر. وهنالك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون. والظلم هنالك ظلم مخرج من الملة، وظلم لا يخرج من الملة، وكفر يخرج من الكفر لا يخرج من الملة. فمسألة مبنية على اعتقاده هو. إذا كان فعلا يقول لنا يا مسلمون أنتم هذا الكلام اللي تقولونه هنا قالوا ربنا والقرآن جاء به، أنا أرى فيه ظلما أو لا أؤمن به. أيوة، أرى حتى قال أنا أؤمن بالقرآن كله، ولكن هذه الآية هنا أرى ظلما، قل له كفرت. جميل. لكن لو قال أنا أؤمن بالقرآن وأعرف أنه عدل، لكن نفسي بغت أن أعطي هذا الشخص هذا المال، يعني
هذا العدوان، هذا الظلم الذي لا يكفر. ايوه لا يخرج من المله. هذا الظلم الذي وعدوان. يعني كثير من الناس يتحايل على اكل اموال صاحبه او اموال زوجته، سواء توارثا او اخفاء. كالقاضي ياخذ رشوه ليحكم بما يناقض ما قضى به الله. يعني بعض الأخوات تأتي الآن تقول هذا زوجي فترة بقائي معه ظلمني وأكل حقي ويعني واستمتع بشبابي وعمل واليوم هو مات، أنا أخذ 50% من تركته مقابل هذا الظلم الذي عشته، مقابل هذا الذي كذا. هي تتأول. تتأول. هل هذه كفرت وارتدت؟ لا. أم هي ظالمة آثمة؟ ظالمة آثمة. نعم. إذا تقر حكم الله ولكن تعرف أن فعلها هذا مخالف لشريعة الله، إنما لا تكفر. نعم. وهن الغالب. الغالب هذا. يعني لما تناقش تقول لك حاشا لله أن أرد حكم الله. تقول حاشا لله أن أرد حكم الله. لكن زوجي هذا أنا تعبت معه سنوات وظلمني، والله لا أخذن 50% عقوبة له. هي تعطي نفسها هذا. إذن هذه نقول لها أنت ظالمة، أخذت مال بغير حق وسوف تسألين عنه، لكنها لا زالت في حظيرة الإسلام. ولكن إذا تمكنا من استرجاع هذا المال لأصحابه جاز ذلك. يعني إذا في مجال أن أصحاب المال يستردون حقهم يمكن يأتوا. جميل، لكن هذا لا يتأتى في أوروبا. يعني ربما تجينا في بلادنا يعني. إذا جاء في بلادنا حتى في بلادنا اليوم يا شيخ حسن وين إلا إذا كان عن طريق شماغلة ويحرجونها. إلى الآن نحن بلادنا يبدو لي والله أعلم إلى الآن الأحوال الشخصية الغالب فيها حتى الآن اختصاص المحاكم الشرعية إلى الآن، اللي هو المواريث والطلاق إلا إذا شخص بمحض إرادته ذهب إلى إيه. أيوة، ما هذا هو الإشكال. مع بعض الأخوات دي طبعا ثبت عنهن إذا أنا يقبلوني، قالت هذا أنا لا أقبل. نمتى إذا تقبله؟ إذا كان أنك تقولين أنه يقبلن إيه لأنه فيه ظلم، وحتى لو جاء من الله فإني أرى فيه ظلم، فهذا نقول لها هذا القول الذي تقولينه أنت خطير، كفر. لا نقول كفر. أيوة. هل أنت مصرة عليه أم تتراجعين؟ إذا قالت أنا مصرة عليه كفر، فنقول لها أنت كفرتي. لكن قولنا لها أنت كفرتي ليس لنا حق إقامة حد فيها من حدود الله أو شيء، إنما هو حكم شرعي. نقول لها أنت بقولك هذا ما دمت تصرين عليه رغم بيان الحجة ووضوح وتعلمين أنه من الله ثم تردينه، فهذا كفر. طيب، نريد أن نختم الحلقة بنصيحة توجهونها لأولياء الأمور، وخصوصا الأمهات اللاتي يعني يقومن على إرث موروثهم من الزوج ومن الأب وما إلى ذلك. ترفض الأم غالبا حفاظا على أموال زوجها من التقسيم. لا، هذا ما يجوز. أيوة. أو يكون مثلا رب الأسرة كبير الإخوة أيضا يرفض تماما، يرفض. ونصيحتكم لهؤلاء حتى لا يقع الخلاف والشتات بين الأسرة. شيخ حسن. والله نصيحتنا لهؤلاء أن نقول لهم جاءت الشريعة لإيصال كل ذي حق حقه، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وأعدل وقسم الأمور، ويفترض أنه والله الناس تلتزم بشريعة الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع تحديدا، لأنه لست أنت أحرص من الله ولا أحرص من شريعة الله تبارك وتعالى في أن الأمور تصل إلى هذا الجانب. النقطة الثانية أيضا نحن نقول بأن عدم التوزيع للأسف الشديد، كثير من الناس لا ينظرون إلى الأثر السالب حتى في مسألة إدارة المال وتدوير المال. المال المحبوس هو في النهاية مال متآكل، بينما المال الذي يتحرك وهذا الذي أرادته الشريعة. يعني مجرد الشريعة لا تؤمن بفكرة الاستحواذ والتكويش، لا، هي مع التفتيت.
نعم. شخص ما شاء الله ترك مالا مباشرة يرثوه 10 15 شخص. نعم. فبدل ما كان في خزنة واحدة وزع هذا المال إلى عدد كبير. وبالتالي في المجتمع الآن ماذا فعلنا؟ أغنينا على الأقل أو أوصلنا 10 15 شخص مال يمكن أن يتحركوا به. هذا التحرك سينتج لنا ونقلناه من حالة الفقر إلى حالة الغنى. نعم. نعم. الأمر الثاني سبحان الله، هؤلاء لمجرد انتفاعهم سيظلوا أيضا يدعون لهذا الميت. كلما تذكروا بأن والله انتقلت حالتهم من حالة إلى حالة أيضا سيؤدي إلى وأيضا يحمدون الله على هذا التقسيم وهذه النعمة. نعم. لو كان مثلا أي شخص يموت تذهب أمواله إلى الدولة ولا يعطون الورثة، نعم، كان هذا أيضا كارثة. صحيح. لكن انتقال المال إلى الورثة، إغناؤهم نقلهم من الفقر إلى الغنى رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك حتى في الآيات تشعر يوصيكم الله في أولادكم، فريضة من الله، يعني تلك حدود الله، فيها شيء من الرحمة وفيها شيء كذا. ماذا تقول شيخنا وماذا تنصح مثل خاصة الأمهات؟ أنا أقول تماسك الأسرة وترابطها شيء مهم جدا، وإذا لم توزع التركة ويتعجل القائمون على أمر الأسرة في توزيع التركة، فإن حالة الترابط بين الأسرة تدخل في تخلخل وفي وهن وتتطور إلى التعادي والاتهامات. ودفعا لهذا الشر، والأم إذا كان يهمها وحدة أبنائها من بعدها ذكورا وإناثا تراحما بينهم، فمن باب أولى والأهم أن تعجل هي بتوزيع التركة حتى ترى في حياتها قبل اللحاق بزوجها أن المال قد وصل إلى هؤلاء الأبناء حسب الأنصبة الشرعية وكل أخذ حقه، فيطمئن قلبها وترى أبناءها جميعهم وقد التفوا حولها، وتراهم جميعا وهم ينعمون بهذا المال إذا كان يهمها وحدة أبنائها وتكاتفهم. الله. أما إذا كانت حالت بينهم وبين توزيع التركة وأجلت ذلك، فإنها تسببت في أزمة أسرية كالمرض يتفاقم إلى أن يفتك بها ويقتلها. أي والله. وعليه ننصح الأم أن تتعجل بتقسيم الإرث والتركة، فإن هذا أولى وأن هذا أفضل للأسرة. ثانيا، إن الخلافات في المجتمعات البشرية كلها يأتي من مدخلين: مدخل السلطة ومدخل الثروة. الناس يتقاسمون في السلطة، يتقاتلون عليه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه لا يرون جواز قتله، وإنما قتلوه كما يتقاتل الناس على الملك. قال هذا سلطة ملك، وقتلوه هم آثمون، ولكن السلطة هي إن لم توزع بعدالة تؤدي إلى الاقتتال. والثروة المال. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم قد تربوا تحته ونشأوا في رعايته، قال: لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. شكرا دكتور جلال. مشاهدينا الأكارم، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للمشايخ
الدكتور حسن سلمان وفضيلة الشيخ الدكتور جلال الدين، وكذلك الشيخ عبد العليم خارج الاستديو. والشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم، والحلقة حقيقة ماتعة وممتعة جدا. وأيضا نسينا أن نتطرق إلى مسألة مهمة: هل يجوز للشخص أن يقسم تركته قبل أن يموت وأن يوزعها؟ على هذه النقطة كانت أيضا مهمة حقيقة. وابن الزنا أيضا وكذلك هذا يرث ابن الزنا أيضا. نسينا هذه الحلقة، الله المستعان، لعل في الحلقات القادمة إن شاء الله. طبعا الراجح فيما يتعلق ابن الزنا أنه يورث إذا قبله أبوه، وكانت المرأة ليس لها زوج، يعني ليست ذات فراش. في هذه الحالة يجوز الإرث كما استفدنا من مشايخنا قبل الحلقة وبعد الحلقة. حبيت فقط أن أنهي الحلقة، جزاكم الله خير. أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي شعبنا الإريتري، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ أعراضنا، ويهدي أمهاتنا، ويهدي إخواننا لما فيه خيري الدنيا والآخرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل